كل الناس دخل السنة الجديدة بخطط ومشاريع، إلا أنا حاشي بقوة الإيمان وحرارة القلب، و2 جنيه مطبقون خاتم في الجراب حق الربيكة بورا ورابطهم بستيكة عشان ما يطيروا. لو التزمنا بالمواعيد زي الزول اللي بيقطع الكهرباء ده، صدقوني السودان حيتصلح. قالت ريبتا مع بتاعت ترحاله بعد شوية إن شاء الله عشان لك البحاح وكني برتب في العربية. قلت له عشان أوريه وأنا مفتحة عليه. قلت له أيوة ده محضر بعد شوية بغمى عليه وبتحتفني صح؟ قام قال لي شنو الغباء والتحلف ده؟ لو ده محضر ببخه في العربية مع الاتنين هنتحضر. البنات الواحدة تلقاها بتخاف من دكتور الأسنان وبتخاف من الإبرة، لكن لو مشت لها لدكتور بتاع تجميل لو شق راسها بمنشار وما بتتكلم. جماعة انتوا عندكم قشر برتقال كمية في شباك المطبخ وكمية من الأكياس والتلاقين في أنبوبة الغاز، كمية أدوية في باب التلاجة ولا نحن برانا. لقيت لك بيت في السوق حلوة على كده. المهم قمت كتبت توالي رقم فتلوني في 500 جنيه وقمت اديت لها. قلت لها يا أخي 500 دي وقعت منك. طوالي شالتها مشت اشتريت بيها طماطم. المشكلة ما هنا، المشكلة بتاع الطماطم من المغرب شغالي راسي الفيني ويغني بيسوي ها الطماطم لقيتها حلوة. لا النتيجة طلعت أخويا الصغير جا التالت. أمي قامت قالت له ليه الأول أحسن منك في شنو بيجي الأول؟ قام قال لي ماما ما عارفة الأول ده فطور صاي بس بيجي حاشد لي بشنو؟ قالوا لك بوليسنا الزمان ده دفتر الأحوال ولا كانت لهم عطشي بكتب فيه أي صغيرة وكبيرة وبتفاصيله، يعني بكتب الأحوال بدقة شديدة. المهم يقول لك رئيس القسم جه ماشي والقسم قال خلاص بس مودي زوجة المستشفى، قال نعش القسم ده شوف الأحوال شنو والحاصل شنو. قال لك زوجته في العربية وجا حاش القسم جوا. الصباح النبط جاب له الدفتر بتاع الأحوال زي ما مقبول بيه يوميا. الضابط قرا الأحوال وجد له قيد مكتوب فيه مرور السيد رئيس القسم متفقدا الأحوال ونلاحظ وجود جقة في العربية. الضابط بعد قرا الأحوال كتب الآتي: يتم تحفيز الرقيب النبطشي دقته في تدوين الأحوال. الجقة هي زوجتي وكانت بصحبتي لمقابلة الطبيب. علم وشكرا. الناس اللي بتقول ممكن الصداقة تتحول إلى حب ولكن لا يمكن الحب أن يتحول إلى صداقة. أحب أنا أقول لكم السليقة ممكن تتحول لويكة لكن الويكة عمرها ما حتتحول لسليقة. أفدت لكم لسه ولا نفوس الكسرة؟ حنكوش ماشي في الشارع مع أخته، قام في واحد قام شاعل أخته، قام الحنكوش طوالي تنرفز ليك وقام اتكلم معه وقال له هي على المناسبة نحن خدنا عنك فكرة سيئة. واحدة قالت أخوات وبنات خالات وبنات عم كلهن مشان جابوا لنا واحدة ترم لنا الوضع في البيت عشان يشوفن إنه أخوي ده أنا كاتباه ولا لا، عشان شايفات إنه بحبني حب شديد وإن دايرات يقوم يزوجني لواحدة من بنات عمه ولا خالاته. المرة لما رمت له الوضع كده قالت لي انسجم كان ولد كان هو الرابطة.